عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق. اروح للخبر اللي هو يعني خاص باللي هو الملتقى المغربي، يعني الملتقى الأعمال المغربي المصري المغربي، وهو عبارة عن قال لك إن ده ملتقى وفرص لبناء علاقات وعقد شراكات ثنائية بين شركات ومؤسسات مغربية لتبادل الخبرات ومجد جسور التعاون بين البلدين الشقيقين، وأيضا يستضيف بعض رجال الأعمال الأفارقة والعرب. ده ملتقى طبعا هيكون ما بين مصر وما بين المغرب. يا ريت لو موجود على الهاتف دلوقتي معايا الأستاذ حماد الرمحي، ده عضو مجلس نقابة الصحفيين. فعاوز أقول طبعا يعني في ناس كتيرة جدا متخوفة طبعا من جدول المنتسبين، خايفين على الناس تهجم على أعضاء النقابة. ونقابة الصحفيين ميزتها إن هي يعني محتفظة باستقلاليتها، وهي نقابة رأي ونقابة مهمة جدا جدا. وطبعا الناس طبعا في تخوف من الصحفيين ومعهم كل الحق، لكن اعتقد ان النقابه برضو يعني يقظه، وعندنا مجلس نقابه مجلس كويس جدا بيشتغل بشكل يعني اكثر من رائع، وبيبذل كل جهد لتحقيق مصالح الساده الزملاء اعضاء نقابه الصحفيين. عندنا سكرتير عام راجل محترم جدا جدا، الكاتب الصحفي الاستاذ جمال عبد الرحيم. عندنا الاستاذ محمد خراجه امين صندوق النقابه، راجل اكثر من رائع بالفعل. وعندنا مجموعه محترمه جدا وبتشتغل بشكل دؤوب لتحقيق مصالح الصحفيين. فطبعا ما فيش تخوف، يعني في ناس بتشعر طبعا بهذا الكلام، والبعض يمكن صديقنا الغالي الأستاذ محسن هاشم يمكن كان أثار هذا الموضوع أو هذا الأمر، ولكن كلام نقيب الصحفيين طمأن الجميع، وقال إن هذا الأمر مقتصر على جدول الانتساب، وهناك في شروط وفي ضوابط وفي معايير، يعني مش أي حد حتى يدخل جدول الانتساب. وفي النهاية برضو قال لك إن في بعض الأمور هتحتاج قرارات أو قرار من الجمعية العمومية، يعني الجمعية العمومية هي اللي هتضع هذا الشرط، تقول لك يدخل نقابة وما يدخلش نقابة، أو ينضم كعضو أو لا ينضم كعضو. فطبعا ففي هناك يعني ما شاء الله في كل شيء، وما فيش حاجة يعني بتدار بشكل يعني عشوائي، لكن كل شيء موضوع بالخطة بتاعته يعني، وموضوع في الخطة، وفي مجلس نقابة بيشتغل بشكل دؤوب لمصلحة الصحفيين. أنا معايا على الهاتف الأستاذ مايكل البدراوي، عضو الهيئة العليا لملتقى الملتقى المغربي المصري. مساء الخير يا أستاذ مايكل. مساء النور يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بيك. احكي لنا إيه حكاية الملتقى المغربي المصري؟ بص يا فندم، هو الملتقى ده يعني انبثق عن علاقات مصرية مغربية عن طريق جامعة الدول العربية. يعني بيمثلهم في الجانب المغربي الدكتورة سميرة العشيري، ودي أحد القامات يعني المغربية الجميلة. يعني ده ملتقى تبع جامعة الدول العربية؟ يعني منبثق منه، لان في حاجه اسمها مجلس الاعمال المصري المغربي، هو يعني هو الراعي الرسمي لهذا الملتقى. يعني الملتقى ده بيشتغل في نطاق مجلس الاعمال المصري ولا في اطار الجامعه الدول العربيه؟ انا عايز اوضح بس للقارئ المشاهد. المجلس المصري المغربي، المجلس المصري المغربي، مجلس الاعمال المصري المغربي. تمام سعادتك. تمام يا فندم. المفروض ان الدكتور سميرة العشيري اللي هي ممثل الجانب المغربي، وطبعا هي احد يعني القامات والممثلين الدبلوماسيين للمغرب في مصر هنا في نطاق برضه جامعه الدول العربيه، وجانب مصري من مجموعه من قيادات حزبيه وقامات يعني سياسيه في مصر. اتفقوا خلال هذا المجلس ان نقرب شويه ويبقى في شراكات مصريه مغربيه في مجالات كتيره جدا. الهدف منها ان فعلا لما ندعم التواصل المصري المغربي من خلال رجال الاعمال هننمي شويه الاقتصاد المصري بالمغرب. انت عارف ان حضرتك بيبقى فيه نواقص واحتياجات من الطرفين. كان اهم النقط اللي احنا طرحناها جزئيه مثلا الخضروات والفاكهه مش متوفره في المغرب بشكل قوي، فاحنا كجانب مصري اقترحنا ان عندنا مزارعين كتير بيصدروا حاجات بجودة عالية جدا. نفس الكلام بالنسبة للقطاع الهندسي،
اتكلمنا ان يبقى في تبادل بين مصر والمغرب في العماره وشغل الهندسه المصريه. انت عارف ان حضرتك احنا في حاله رواج كبير قوي في مصر دلوقتي في مشروعاتنا الهندسيه، فبنضفي هذا الجانب على الجانب المغربي يعني. تمام. لكن ايه الحاجه اللي هي اكثر اهميه ممكن تستفيد منها مصر من هذا الملتقى؟ بص يا فندم، هو رواج الاعمال المصريه، يعني مثلا احد الحاجات اللي هتبقى مثلا حصري عند حضرتك ان في مدينه او حي مغربي هيتعمل في مصر على تراث مغربي بس بانشاء مصري، بحيث ان يبقى يعني رمز المغرب داخل مصر. برضو موضوع ان هيتعمل خلال الملتقى توقيع اتفاقيات مباشره للتعاون على طول في الاستيراد والتصدير بين الدولتين. وفي نفس الوقت لو في امور صناعيه، انت عارف حاجه دوله المغرب دلوقتي برضو موفره استيعاب بشكل يعني نتمنى ان هو يتم في مصر، ان حضرتك ممكن تروح بمجرد تفتح حساب بنكي وتعمل تحويلاتك وليك نوع صناعه معين يوفر لك مكان وتبتدي تشتغل على طول. فده هيتم برضو مع رجال الاعمال المصريين انه ممكن يروح يستثمر في المغرب. فاحنا هنحاول نجذب رجال اعمال مغاربه لقطاع الصناعه واظن التصدير والاستيراد في مصر، وفي نفس الوقت هنتبادل بارسال رجال الاعمال المصريين لدوله المغرب الشقيقه. المهندس مايكل البدراوي عضو الهيئه العليا للملتقى الاعمال المغربي المصري، الف شكر يا فندم. خلوني انتقل الى يعني حدث مهم جدا، وهو الحدث الانتخابات الرئاسيه الامريكيه. والانتخابات الرئاسيه الامريكيه لم يتبقى على بدء الانتخابات وبدء التصويت يعني لا يزيد عن 14 يوم تقريبا. النهارده 22، الانتخابات هتبدا يوم 5 نوفمبر.